الاهلي مع كولر بيفعل وضع الرباعيات، وفي طبعا ناس زملكاويه هتزعل من الكلام اللي انا بقوله. انا ما بجيبلكش كلام من وحي الخيال، احنا مش هنضحك على نفسنا يا جماعه، احنا مش هنضحك على نفسنا. ده مع ما عليك من الارقام ان الراجل محققها لحد دلوقتي. كل البطولات اللي شارك فيها طبعا خدها، ما عدا بطوله واحده هي كاس العالم للانديه اللي صعبه ان اي فريق افريقي ياخدها، وانه كسب 25 ماتش ووصل للنقطه 81 ودوري بلا هزيمه. اردم بقى كل ده على جنب، كل ده يتعمل ومدربين كتير عملته مع الاهلي، وجوزيه خد دوري بلا هزيمه، ومحمد يوسف مش عارفه خد ايه، وحسام البدري خد ايه. ايه الثقه اللي كولر مديها للعيبه اللي بتلعب في الاهلي؟ في يا جماعه لعيبه كانت على راس قوائم مع اي مدير فني، او قبل ما كولر يجي الناس دي ازاي قاعده في الاهلي؟ كان من ضمنهم برضو محمود متولي ومحمد فخري، ده كان موجود. ايه الثقه اللي مديها للعيبه؟ بصوا يا جماعه على كوكا اللي بيلعب في الاهلي في نص الملعب، الولد ده هيبقى اهم لعيب في مصر. اقسم بالله احمد نبيل كوكا هيبقى مع كولر اهم لعيب في مصر، وافتكروا الكلام ده كويس واحفظوا الفيديو ده كويس عشان هنحتاجه. راجل مدي اللعيبه كلها في الملعب يا جماعه ثقه. في لقطه بعد المباراه خدتني كده في حته، اللي عارف انت المدربين اللي هم يعني تحس مثلا ان هو قلبه عليك. اللقطه اللي عملها مع محمد شريف بعد الماتش لما خده وقف معاه بعد المباراه، والدكه بتاعت الاهلي كلها ملمومه حوالين محمد شريف. الكلام بتاع الراجل او الثقه اللي الراجل بيديها للناس يا جماعه غريبه. الثقه اللي الراجل بيديها للناس غريبه. حتى الاهلي لما جه فيه الجون الراجل قام مطلع ومدون الخطا اللي حصل. لا الغلط ده مش هيحصل النهارده. في يعني الناس ممكن تقول لك ان اصلا بيلعب راجل باك يمين زي خالد عبد الفتاح بيلعبه مساك. لا الغلط ما يجيش. حتى الكوره اللي اللاعب بتاع المقاولين دخل جوه لعبها بدماغه حطها بره ودخل بدماغه جوه الجون دي، يا عم خالد عبد الفتاح الناس قاعده انا بتفرج، يا عم ده باك يمين مش ملزم انه النهارده ملزم انه بيلعب مساك. المدربين الاجانب ما عندهاش الكلام ده يا جماعه. الناس العمالقه في الكوره او اللي دماغها معجونه كوره زي الراجل اللي ماسك الاهلي ده، اقسم بالله ما عنديش حاجه اسمها انت باك يمين وانا بلعبك النهارده مساك مضطر فانت تغلط وتتفيش. لا المدرب بيحب اللعيب اللي بيلعب في 3 4 مراكز. اي مدير فني تساله على اللعيب يقول لك هو بيلعب فين وفين. ما عادش في لعيب اصل مركزه الاصلي مش عارفه فين. يعني لو بصيت على ناتشو في ريال مدريد ممكن تلاقيه بيلعب باك شمال، ممكن تلاقيه بيلعب مساك، ممكن تلاقيه بيلعب باك يمين، ممكن تلاقيه بيلعب في نص الملعب. اي مدير فني في العالم بيحب المدرب اللي بيلعب في كذا مكان. وانا قلتها وافضل اقولها كل يوم بيفوت على لعيبه الاهلي مع كولر جمالهم او ثقتهم عند الجمهور بتزيد. النهارده قاعدين يا جماعه الناس حاطه رجل على رجله، الاهلي هيكسب يعني هيكسب. انت متخيل ان الراجل ده في ماتشين من ضمنهم زمالك جايب 8 اجوان، في ماتشين جايب 8 اجوان ودخل فيه جونين. ففي ناس طبعا هتزعل من الكلام اللي انا بقوله لان هم زملكاويه عايزيني طبعا ان انا اطلع اخبط ده بيكسب مثلا بالحظ ده مش عارفه بيكسب في الكلام اللي هو بعيد عن الكوره. فانا بكلمك دلوقتي كوره، انت تزعل اخبط دماغك في الجدار، انا ما يشغلنيش رايك. اقسم بالله انا اضحك على نفسي ولا اضحك عليك. نيجي على ماتش الزمالك قبل اي حاجه خالص. زيزو يا جماعه مش عايز، باين انه زعلان، زيزو زعلان ومش عايز يلعب في الزمالك. باين عليه انه يا تجيبوا له لعيبه يا جماعه تشيل معاه، يا هو مش هيفضل يقاوح لوحده. زيزو النهارده حتى في جون ابراهيم اندايل بيسلم عليه هو زيزو مكبوت. انت فاهم؟ ده ميسي بجلاد قدله لما برشلونه وقعت ما قدرش يشيل. ما فيش يا جماعه الكره يا ابن الحلال لعبه جماعيه 11 ضد 11، ما فيش واحد هيقابل 11 لوحده. احنا مش داخلين خناقه ولا داخلين حرب يا جماعه الخير. ابراهيم انداي ده ازاي بيلعب في الزمالك؟ ده كل كره بتجيله يقع. في ناس في الزمالك يا جماعه ما بتعرفش تباصي. انا ما كنتش عايز الناس دي تجيب اجوان النهارده طبعا عشان هيطلع يقول لك اللعيبه هي اللي انا جايبها وبيكسبهم، ده هم خسروا ماتش الاهلي بالسحر وهنضطر ان هو يقعدهم لي حتى الموسم الجاي. اقسم بالله انتوا عارفين طبعا انه عقله على قده، ده ممكن يطلع يقعدهم. طبعا الزمالك لا حول ولا قوه الا بالله، والجريمه اللي حصلت من الاداره النهارده ده يا جماعه لا تغفر. الزمالك رجع بعض اللاعبين من الاعاره، من ضمنهم طبعا محمود علاء وحمدي علاء اللي بيلعب في البنك الاهلي ومش عارفه ومين ورجع مين. في حاجه بقى جت يا جماعه تدل ان الناس مش في دماغها اصلا. احمد عيد لما الزمالك وداه اعاره الانبي، احمد عيد الباك اليمين بتاع المنتخب الاولمبي، لما وديناه اعاره الانبي
انبي واخده اعاره بنيه البيع، حاطط شرط بنيه البيع. كام بقى نيه البيع؟ 3 مليون. طبعا اداره الزمالك ناسيه اصلا ان في اصلا لعيب بيلعب في الزمالك اسمه احمد عيد وطلع اعاره في انبي، وافتكروا النهارده فبلغوه ان الزمالك يا ابني محتاجك هترجع تلعب، واحنا عندنا بطوله عربيه وعايزينك فيها. طبعا بيشتغل الناس باللعيبه اللي راجعه معاره عشان يقول لهم الصفقات اهي. الناس بعد ما بلغوا احمد عيد انه راجع الزمالك اتفاجئوا ان انبي فعل بند الشراء. بص الاداره الفاشله بتفكر ازاي، بص دماغهم وصلت لايه. اقسم بالله الزمالك يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يرحمنا من الراجل اللي ماسك الزمالك ده، عشان السنه الجايه الزمالك لو ما عملش صفقات افتكروا الكلام ده كويس، في وسط انديه زد والجونه والصفقات اللي فيوتشر بيعملها وبيراميدز داخل فيها، ما عليك ان الاهلي بقى معاه 33 لعيب اصلا كلهم جاهزين. اديك اتفرجت النهارده على البودله بتوع الاهلي وكريستو مش عارفه ومين ومين. الزمالك يا جماعه ممكن ما يكونش من اول 5 في الدوري اقسم بالله، الا لو حصل معجزه من عند ربنا. لو الفيديو عجبكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنوني في حلقات جايه كتير. احسن ناس في الدنيا.